اسمعوا يا جدعان، أنا عفاف عندي 55 سنة، مطلقة من 5 سنين بالظبط وعايشة لوحدي. الحمد لله، ربنا كرمني وبستريح ماديا على الآخر. عندي كل حاجة ممكن أي حد يحلم بيها، بس الحاجة الوحيدة اللي ناقصاني هي الحب. عمري ما لقيته ولا دورت عليه كتير. اتعرفت على ناس كتير، بس عمري في حياتي ما حسيت بمعنى الحب الحقيقي ولا باللذة اللي بيحكوا عنها في الأفلام. كل اللي عرفتهم للأسف كانوا بيحبوني عشان مصلحة وبس. عمري ما حسيت إن في حد حبني لشخصي أنا، بعيد عن فلوسي أو بيتي أو أي حاجة تانية. الوحدة دي حاجة صعبة قوي، خصوصا لما يكون الواحد ملوش سند ولا ظهر. كنت دايما بقول لنفسي خلاص يا عفاف، عيشي لنفسك وبس. كنت بحاول أملى وقتي بأي حاجة، بس في الآخر كنت بحس بالملل وبقول لنفسي أنا مش هقدر أكمل كده لوحدي. الموضوع بقى خانقني بجد. في لحظة كده جات لي فكرة، قلت طب ليه ما اجيبش خدامة تخدمني، أو حتى ست كده زيي نونس بعض، نتكلم ونضحك وناكل سوا. فكرة جت في دماغي وقلت يمكن تكون حل كويس للوحدة اللي عايشاها. قررت أروح مكتب شغالات كبير، يمكن ألاقي عندهم حد كويس. رحت المكتب وقابلت الراجل اللي شغال هناك. أول ما دخلت لقيته بيقولي يا ست الكل، إحنا عندنا كل اللي حضرتك محتاجاه. بصراحة كلامه كان مريح. قلت له بصراحة أنا محتاجة خدامة ضروري. أنا عايشة لوحدي ومحتاجة حد يساعدني في البيت، يعمل لي الأكل، ينظف، يروق، وأنا مش هقصر معاها في الفلوس أبدا. الراجل بصلي وابتسم وقال من عينينا يا مدام عفاف، بس استني أسبوع. استغربت وسألته ليه أسبوع؟ أنا محتاجاها دلوقتي. قعد يقنعني ويقول معلش، كل الخدامات اللي عندي مشغولين. فضلت أتحايل عليه وأقول له أنا وحيدة ومحتاجة حد ضروري. فكر شوية وقال لي طب إيه رأيك؟ عندي شاب محترم جدا وابن ناس ومحتاج شغل بجد. صدقيني، ده أحسن من أي خدامة ممكن تجيبيها. الكلام ده خلاني اتردد. أنا مش عايزة رجالة في بيتي. بس الراجل فضل يلح عليا ويقول إنه شخص ثقة وهادي ومحترم، وقعد يحلف لي إنه راجل مؤدب ومحل ثقة. سألته هو عنده كام سنة؟ قال لي 31 سنة ولسه شاب صغير، وبدأ يحكي لي قصته الحزينة عشان يلين قلبي. قال لي ده عمره ما دخل مدرسة، وأبوه وأمه ماتوا وهو صغير. كان عايش لوحده في شقة إيجار، وصاحب البيت طرده وجاي يدور على شغل يعيش منه. كلامه لمس قلبي بجد. حسيت إنه غلبان ومحتاج فرصة. الراجل قال لي ده ولد غلبان وعلى نياته في حاله وما بيعملش أي حاجة غلط. قلت له أهم حاجة عندي الأمانة والنظافة. قال لي ما تقلقيش، أنا واثق فيه، ده مفيش منه اتنين. قلت له خلاص، وريني هو فين. نده عليه وقال يا مصطفى. سمعته بيرد عليه بصوت هادي ومحترم نعم يا معلم. أول ما سمعته حسيت بإحساس غريب. صوته كان فعلا محترم زي ما قال. ولما شفته اتفاجئت. شكله نضيف، لبسه مرتب، جسمه مليان وطويل. بصراحة طوله وعرضه كانوا ملفتين جدا. كان أسمر، وأنا بعشق الرجالة السمر، بس برضو الأبيض ليه جماله. هي الأذواق كده، كل واحد بيحب حاجة. الراجل قال له يا مصطفى، هتروح مع الست دي تشتغل عندها وتعمل لها كل اللي هي عايزاه. أنا قايل لك إنك راجل أمين ومحترم. رد مصطفى بكل هدوء وقال تمام يا معلم، زي ما حضرتك تحب. بصراحة ارتحت له جدا. حسيت إني مش هغلط لو خدته معايا. فعلا أخدته وروحنا على الشقة. قعدت أوريه كل حاجة. دي أوضتك، دي الجنينة، ده المطبخ، ودي أوضة المكتب. كنت بشرح له كل التفاصيل عشان يعرف شغله. كان مركز جدا، شكله بيحب الشغل ويتقنه. قلت له أكيد جعان. جبت له الأكل وقلت له التلاجة دي ليك في أوضتك، فيها كل اللي تحتاجه. قال لي شكرا يا مدام، ربنا يخليكي. أول يوم كان هادي ومريح. مصطفى نام وكان محترم جدا. تاني يوم صحيت متأخر حوالي الساعة 11. بصيت من الشباك لقيته في الجنينة بيشتغل بنشاط، بيرش الشجر، بيرتب الزرع بطريقة جميلة. بصراحة اتعجبت من نشاطه وحيويته. كان دايما يسألني محتاجة حاجة يا مدام؟ أعملك العشاء؟ بصراحة مصطفى كان خدوم ونضيف جدا، بيعرف يعمل كل حاجة من أول ترتيب البيت لحد الطبخ. عدى أسبوعين وبدأت أحس بحاجات غريبة جدا من ناحيته.
الموضوع بدأ وقت العشاء، كان بيطبخ بنفسه ويقدمه ليا بإيده. كنت بلبس لبس البيت العادي، وكنت حاسة إن نظراته بتتغير، ما بقتش حاساه بيشوفني كمدام وبس. الجو بينا بقى فيه توتر غريب، كنت بتوتر وأنا قاعدة معاه، كنت حاساه بيعمل كل حاجة عشان يفضل قريب مني. فضلت أقول لنفسي يمكن أنا اللي بتخيل، بس إحساسي بيقولي إن في حاجة. وفي يوم وأنا لابسة لبس البيت كان بيقدم لي العشاء، وحصل اللي عمري ما توقعته. في اللحظة دي حسيت إن الموضوع ده مش مجرد شغل، أنا كنت محتاجة أحس بالحب، الإحساس اللي عمري ما عرفته. كنت عايزة أحس إني مرغوبة، فطلبت منه بكل شجاعة وهدوء: بص يا مصطفى، أنا تعبانة ومش قادرة أكل هنا، ممكن تجيب لي الأكل في أوضة النوم؟ قال لي حاضر يا مدام، وشال الصينية ومشي ناحية الأوضة. وكانت اللحظة دي بالنسبة لي نقطة تحول كبيرة جدا. حسيت إني وصلت للحاجة اللي كنت بدور عليها من سنين، إحساس الحب، حتى لو بطريقة غريبة. يا حبايبي معلش أنا طولت عليكم، هكمل لكم الجزء التاني بكرة إن شاء الله، بس لو لقيت التفاعل كبير والإعجابات كتير. القصة دي بتورينا إن الوحدة ممكن تخلي الإنسان يدور على الحب بأي طريقة، حتى لو كانت مش متوقعة. وأحياناً احتياجنا للحب بيخلينا نتجاهل القواعد ونسلم مشاعرنا لحد مش مناسب. العبرة إن السعادة الحقيقية مش في إننا نملى فراغ، لكن في إننا نلاقي حب صادق واحترام متبادل.